السلام عليكم اخواتي وحبايبي الغاليين. عايز احكي لكم على حاجه كده يعني واخد رايكم فيها. من فتره كده من شهر ونص ولا حاجه. قاعد برضو بتصفح كده الفيسبوك ومش عارف ايه وبتاع. فلاقي مثلا محل جلاتي في بحري معروف. اللودر داخل في المحل وبيكسر اليافطه وعارف ايه، والناس ملمومه واللي بيصور واللي بيعمل. هو عامل يافطه كبيره قوي وطالعه بره مش عارف ايه وبتاع. حقك طبعا اللي انت تشيلها، ماشي مفيش مشكله، يعني هو غلطان صاحب المحل، تمام مفيش اي مشاكل. طيب، ليه ما بيبقاش في نظام في الموضوع ده؟ يعني انا اعدي عليك مثلا كأنا موظف حي، انا شفت اليافطه بتاعتك كذا كذا كذا، تمام، اكتب لك وصل، غرامه مثلا صغيره 500 جنيه 600 ايا كان، او يا عم بلاش، اي اللي انت عايزه اعمله. دي حاجه. الحاجه التانيه، قدامك يا باشا اسبوع تشيل اليافطه دي تصغرها وتعملها كذا كذا كذا. ليه طيب؟ اول حاجه المنظر وحش قوي اللي انت داخل باللوضه في المحل وبتهد البتاع والبتاع. دي حاجه. الحاجه التانيه، انت لما تديله يعني قول له هعدي عليك كمان اسبوع والوصل معاك اهو، لو ما شلتهاش ذنبك على جنبك، تمام، حقك بقى ساعتها. انت لما تقول له كده، هو هيجيب الراجل مثلا بتاع اللي هو الجلادن ده وبتاع، هيقيفها له، هيشيل له من هنا مش عارف، هيشيلها نزلها، هينزل الاسم طبعا اللي هو بألوفات ده. الاسامي دي بيبقى الاسم بتاع محل المضيء ده وبتاع، بيبقى متكلف بقى، والواجهه كلها بتبقى متكلفه. هينزل البتاع دي ويقص من هنا شويه ومن هنا شويه ويعمل كده شويه يعمل كده شويه. هينزل الكهرباء اللي هي الكشافات ومش عارف ايه وبتاع، ويحنتف من هنا ويعمل من هنا ويصغرها ويعملها لك زي ما انت عايز. مفيش اي مشكله، هو عامل يافطه كبيره غلطان، مفيش اي مشاكل. بس احنا ازاي نتعامل؟ يعني احنا ما عندناش ليست. يعني فكره اللي احنا ازاي نتعامل مع الغلط. هل احنا بنتعامل مع الغلط بغلط برضه؟ ما انت لما تخش بلودر في المحل كده، انت بتخليه مثلا هيعمل الواجهه دي تاني من اول وجديد، على حسب بقى ده المحل كبره قد ايه بتاع، كلفه 40 و50 و60 الف جنيه. بتكسر له بتاع الجلادن، بتكسر له الحديد اللي وراه، اوقات بيبقى الباب الصاج ورا اليافطه اللي هو بيلف ده، بتكسره له. الكهرباء كلها بتكسرها، الاسم اللي متكلف الوفات بتكسره. طب ما تدي له يا باشا انذار، خد الوصل اهو النهارده لحد هعدي عليك يوم السبت الجاي، لو ما عملتش كذا وكذا، انت اللي تقول له كمان يعمل ايه. شيلها من هنا دخلها هنا ليك بس مثلا 40 سم يطلعوا بس كده من اليافطه فوق، ما فيش اكتر من كده، ما فيش مش عارف اللي مش عارف. حقك، يعني ما فيش اي مشاكل من اللي انت بتقوله. يافطه طالعه بره والناس ممكن في الدور الاول متضايقه مش عارفه تشوف، والدور الثاني حقك يا باشا، هو غلطان ماشي غلطان. بس احنا لازم يعني يبقى عندنا ثقافه اللي احنا نتعامل مع الغلط ازاي. يعني هل مثلا ان انا ممكن واحد يموت ابنه لمجرد اللي هو شقى او ما بيسمعش الكلام؟ يعني اجيب ابني كده اوقفه واروح داخل فيه بلودر؟ مفيش حد بيعمل كده. بجيبه واقول له تعالى حبيبي انت عملت كذا سويت كذا، لا ايه رايك نعمل كذا نسوي، بفهمه يعمل ايه. مفيش اي مشاكل، عارف كده تبقى انت حبيبه وصاحبه. يعني عارف انت بعد كده كحي كمحافظ كاي مسؤول يعدي، انت عندك اي حاجه، عارف هو كمان هيحترمك اكتر. اعمل ما تطلعش مثلا كرسي بره يقول لك حاضر، ما تعملش، مش هيستنى بقى انت تجري عشان يعمل كذا من وراك وبتاع، لا هيبقى في احترام بيننا وبين بعض. انما ما تزعلش مني، هيبقى هو بيحبك ازاي وبيسمع كلامك ازاي. وانت مثلا اول ما شفت اليافطه مش عارف ايه وبتاع، خش باللودر في قلب المحل ونزل وهد والتراب والدنيا والناس واقفه، وهو عطلته وعملته، لا هو باشا اعمل كذا سوي كذا حاضر عينيا. هيلم البتاع، هيلم البتاع، بدل ما تخلفه، بدل ما تخليه يتكلف 50 و60 الف جنيه عشان يعملها تاني وبتاع، هتكلفه كلام فاضي، وهيجيب ده يعملها والكهربائي زي هيشيل له ماضو تاني ينزلها ويرفعها تاني وهيلم الدنيا وبتاع وكده. في ايه المشكله في كده؟ انا مش شايف فيها بصراحه اي مشكله. وبعدين انا مش بتكلم على الحاجات دي، يعني دي بس اللي لفتت نظري، وانا والله ما اعرفه، ده حد بتاع ايس كريم في بحري، وانا ما باكلش ايس كريم عشان السكر، عشان ما حدش يقول وانا في ميامي يعني في اخر الدنيا بعيد عنه، والله ما اعرفه وناسي اسمه كمان ايه. انا شفت وبشوف حاجات من دي كتير يعني، بس ده اللي يعني لفت نظري. وحاجات كتير قوي من كده. اللي مطلع مش عارف ايه، خش باللودر اعمل، تعمل نبهه يا باشا، مفيش اي مشكله. يبقى في بينا وبين بعض كده ود وبتاع، يبقى انت مش معدي وهو جازز على نفسه، بص اللي عمل لي مش عارف ايه ورزاني مش عارف في ايه وعملني
عارف حتى لو شافك في اي حته كده معاك مشكله ولا معاك حاجه حتى بره الشغل، ولا هيبقى قاعد يقول لك اه ده لا ما ينفعش. عارف، خليك حلو كده عشان يقول لك اه لا الراجل ده جدع انا هاجي، او المؤسسه دي يعني لازم يا جماعه يبقى في ثقه كده بيننا وبين بعض. ما ينفعش اي حاجه اخش باللودر وهد واعمل وبتاع. في حاجه اسمها ده كان في زمان انذار مره واثنين وثلاثه يعني مش بقول لك يا عم مره واثنين وثلاثه. النهارده يا باشا السبت الحد الاثنين، هاجي لك يوم السبت الجاي او الحد، الوصل معاك اهو. لا ساعتها بقى تروح له، ما عملش البتاع تهدها على دماغه وتاخد منه غرامه تقطم وسطه، وتجيب له غلق كمان مثلا اسبوع ولا 10 ايام، تعلمه الادب لان انت قلت له ونبهته وبتاع. ساعتها ما حدش يقدر يتكلم ويقول لك بص مش عارف ايه وبتاع. يعني انت كده عملت اللي عليك وزياده. لازم يا جماعه يبقى مع عندنا ثقافه ازاي نتعامل مع الغلط. ما يبقاش فيه غلط واحنا بنقابله برضه بغلط. طب احنا استفدنا ايه؟ يعني لازم حتى كل موضوع نطلعوا منه بحكمه يعني فين الحكمه، مفيش اي حاجه. هد وخلاص. الهد يا جماعه مفيش اسهل منه. نرجو يعني برضو من يعني الناس اللي المعنيه بالموضوع ده يعني تخلي بالها شويه كده من الموضوع ده، عشان الموضوع ده بيضايق والله. حتى اللي بيتفرج برضه بيتضايق، يعني مش شرط يعني. ما بالك بقى صاحب المكان بيبقى متضايق ازاي اذا كان الواحد اللي بيشوف حاجه زي كده بيبقى متضايق يعني حاجه مش كويسه. يلا اشوفكم الحلقه الجايه على خير. ما تنساش اللايك المتين واشترك في القناه. كان معاكم اخوكم محمود من اسكندريه. سلام.